بل نريد أن تكون رئاسة الإقليم ورئاسة مجلس الوزراء وبرلمان كردستان والمؤسسة القضائية مؤسسات حقيقية رسمية ورئيسية دون أن تكون خارجها سلطة أخرى، وهذا لا يتحقق بدون إنهاء الإدارة الحزبية التي حولت الإدارة الكردية من الناحية العملية إلى منطقتين إداريتين مختلفتين ومركزين مختلفين للقرار وأسلوبين مختلفين في التنظيم والإدارة. هذه الازدواجية في الإدارة في سياسة القوى الكردية انعكست سلبا في بغداد، فالمساواة التي يتحدث عنها الحزبان هي مساواة في تقسيم المناصب والدرجات والامتيازات وحسب، إلا أن جميع المراقبين يدركون ويرون عدم وجود سياسة موحدة وخطة استراتيجية مشتركة للحفاظ على الحقوق الدستورية لشعب كردستان. فالخطاب الكردي في بغداد يراوح بين خطاب تهديد فارغ والمجاملة المملة. نحن نعتقد بأن الوفد المفاوض بشأن المسائل القومية والمصيرية يجب أن لا يتألف من الأشخاص الذين لديهم مناصب ودرجات في بغداد، لضمان التزام الوفد بتحاشي الأطماع الشخصية والدفاع بصورة مبدئية عن مطالب الكرد. وكان يجب علينا أن نسلك هذا الطريق وأن لا نسمح لأصحاب المناصب الموجودين في بغداد بإجراء المفاوضات مع الجانب العربي ليتخذوا القرارات بشأن المسائل والقضايا المصيرية. أيها الإخوة المواطنون، نحن في قائمة التغيير نعتقد بأن علينا انتهاج سياسة جديدة لنثبت وجودنا ونقوي موقعنا في العراق ونوسع جسور علاقاتنا مع المكونات الأخرى، وهذا يتطلب منا انتهاج سياسة عقلانية جديدة، سياسة لا تأخذ المناصب والامتيازات في بغداد بعين الاعتبار لمكافأة الأشخاص التابعين للأحزاب السياسية، بل تسعى لتلك المناصب من أجل ترسيخ وتعزيز مكانة الكرد. فالكرد الذين يعملون في تلك المناصب يجب أن يكونوا نشطاء وخبراء وأن يكونوا بمستوى المسؤولية الكبيرة. إضافة إلى ذلك يجب أن يكونوا متحلين بنظرة قومية وديمقراطية ومنهج وتخطيط، وأن لا يستسلموا للسكوت والكسل والإهمال تجاه المسائل القومية الهامة. يجب أن تنتهي عقلية منح المناصب في بغداد كمكافأة للأشخاص المقربين من القادة والكوادر المتقدمين في الحزب، بل يجب أن تمنح تلك المناصب لأشخاص مهنيين كفؤين وذوي خبرة من الذين يعملون لصالح شعب كردستان ولجعل العراق بلدا ديمقراطيا. نحن في قائمة التغيير نعتقد بضرورة إيجاد طريقة دستورية لإخضاع الأشخاص الذين يتسلمون المناصب في بغداد باسم الكرد وإقليم كردستان للمساءلة أمام مؤسسة قادرة على إجراء المساءلة حول أداء هؤلاء المسؤولين في بغداد. أيها الإخوة المواطنون الأعزاء، نحن في قائمة التغيير لا نشتري الأصوات بالأموال ولا نرعب أحدا بالتهديد، ولسنا طامعين في المناصب لأنفسنا، وكذلك المديريات الحكومية ليست في أيدينا كي نظهر حجما أكبر من حجمنا بقصد تضليل الشعب. حركتنا تتكون من الشباب من كلا الجنسين والذين يحملون أحلاما وآمالا وأمنيات، يحملون أعلاما زرقاء بحماسة التغيير ويتأملون في مستقبل أفضل، صامدين بوجه الرصاص الذي يطلق عليهم، ورغم التهديد لا يتراجعون، يوعدون بالمال والثروة فلا يغيرون مواقفهم، بل ويتصدون بهدوء لكل أشكال الإرهاب بإرادة فولاذية، مرددين شعار التغيير التغيير. نحن في قائمة التغيير اتخذنا قرارنا بإرادة صلبة وقوية لمواجهة كل الصعوبات والبغضاء وقطع الأرزاق والتهديد والإرهاب، لنضع حدا للإدارة الحزبية والمحاصصة الحزبية في الإقليم وبغداد، لأنها أصبحت مصادر الفساد الأكبر واللامسؤولية وتجاهل شعب كردستان المظلوم. إن كنتم تريدون الانضمام إلينا فلنضع أيدينا بأيدي البعض وبإرادة كردية فولاذية وبأسلوب مدني لإنهاء السلطة الحزبية التي أصابت كردستان بالأزمات وأبقت مكاسبنا في بغداد معلقة. إذن صوتوا لقائمة التغيير إذا أردتم الانضمام إلينا لإذكاء نقاء الروح لدى الإنسان الكردي الذي لا يبيع ضميره بكل ثروات الدنيا، وكل أسلحة الدنيا والعالم تفشل في إضعاف إرادته ولا تضلله كل وسائل الإعلام المضللة. إذن تعالوا وضعوا أيديكم في أيدينا لكي نغير ونبرهن لهم بأن ضمير الإنسان الكردي أكبر من أي
يشترى بالمال أو يرعب بالتخويف أو أن يخدع ويضلل بالبهتان والتضليل. أيها المواطنون الكرام في كردستان، يوم 7 من آذار سنتوجه جميعا إلى صناديق الاقتراع، فهو اليوم الذي يتزامن مع ذكرى الانتفاضة العظيمة عام 1991 في السليمانية. ففي الوقت الذي أهنئكم بهذا اليوم المشرق أأمل أن تتوجهوا وبنفس الإرادة والحماس اللذين تحليتم بهما إبان الانتفاضة إلى صناديق الاقتراع لتدوين انتفاضة جديدة، ولكن هذه المرة عن طريق الاقتراع والتصويت. اذهبوا إلى الاقتراع بروحية الانتفاضة وحماسها لتسجلوا بأصواتكم ملحمة جديدة. صوتوا لقائمة التغيير، وإلى الأمام نحو نصر كبير وبداية